طلعت واره ضعوني المشاوى طني تردد بالجهاز نضيت هوى ونضيت عالثوار. شنو تقول؟ يا الحادرة يضبي الضعف شعدها كل ما تعين دويا القومة ويب فاضل عنده حكايات كل ما تعين دويا القومة لا تلتهي بغير الخدار خافية بدارب زينب خطر خاف بدرب زينب خطر ابو فاضل لا تلتهي بغير خدر زينب لا تلتهي بغير الخدار خافي بدرب زينب خطر. طلعت ورا ذاك الضعن ام البنين لما وصلت الى قمر العشيره شنو قالت له؟ يا حين وصل لها ودينت يسمع حكي هشواصته حين الوصل لها ودينت يسمع يا حكي هشواصته ايش قالت له؟ عباس ما ردي الخير عباس ما ردي الهوى تصير على زينبها بيته اللي هو ما يريد يمر على زينب. الله أكبر. يقول وابتعد ضعن الحسين وطلع ضعن الحسين وأم البنين تعاين للطريق فاطمة العليلة تعاين للطريق لكن وصل ذلك اليوم المشؤوم اللي ينظر به الحسين نحو الميدان وينادي أصحابه بأسمائهم فلانا وفلانا وفلان ينادي يا برير يا زهير يا مسلم بن عقيل ماكو جواب. يدير وجه الحسين إلى جهة المشرعة نادى أخي يا قبر العشيرة ماكو جواب. نادى ابن أخي قاسم ولدي علي الأكبر ماكو جواب ماكو جواب. إلى أن خرجت زينب أخي لمن تنادي قرعت فؤادي ليس في مخيمنا إلا عيال وأطفال وإن تنادي صحبك ها هم راقدون. نظرت زينب قالت لو ما لك معين تناديهم يا خويا وما لك معين. قالت لمطاعين مطاعين أو قامك على الغابرة مطاعين بويا منين 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 أنا منين أجيب المرتضى منين. الله يقول الحسين التفت إليها قال أخي زينب تعزي بعزاء الله
أخي من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قطعت قلبي يا أخي يا أبا عبد الله. لذلك يقول نظر الحسين إليها أخي زينب لا يذبن بحلمك الشيطان. زينب التفتت إلى النساء قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل فخرجنا ربات البيوت عواثرا وغدا لها حول الحسين رد وعياله من العطش يوما وصاحب صوت للتوديع قوما مثل سرب القطا قاما يحوما تطيح عليه وحدتنا وتعذر. الحسين نظر إلى العيال ونظر إلى الأطفال أحدقن به من كل جانب ومن كل مكان. تلك متمسكة بركاب الجواد وهذه متمسكة بلجامه. جاءت زينب نحت الأطفال نحت العيال. يقول الحسين مسند سيفه عازما على النزول لكن كلما ضرب جواده لم يتحرك ذلك الجواد. عاد عليه مرة ثانية لم يتحرك ذلك الجواد. نظر إلى الأسفل عندكم بنات عذرا من الغيارة. نظر إلى الأسفل وإذا بسكينة متمسكة بركاب الجواد. تقول له يا جواد الحسين وين تريد بأبوي؟ يا لا تخفى علي يا ابوي قول لا تخفي علي. بويا لو بعد جايه بويا لو بعد جايه هذه روحتك لو بعد جايه. قل له يا ابويا ان كان رايح هاي هي اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. قال قرب لي قرب لي ابويا هذا الوداع وهاي هي يا ابويا. ونزل الحسين فمن جلت إلا غبرة وإذا بالمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. تقول زينب اسمع صوت واحد كل العساكر صاحت هنا صاحت هنا لحق على ابن امك ذبحنا أو حتى الرضيع ذبح وياه. طلعت زينب يقول حميد ابن مسلم أبيات الدعاء اللي عنده طلب اللي عنده حاجة. رأيت طفلة للحسين مهرولة والنار متعلقة في أذيالها. جئت إلى تلك الطفلة أخمدتها النار قالت أنت لنا أم علينا؟ قلت لا لكم ولا عليكم. قالت إذا خبرني عن قبر جدي أمير المؤمنين. عندنا قبر مندوها الناس تندبه يحمل جار وانا اللي يسج وياي الدروب وانا اللي يسج وياي الدروب الحامل حمى وكشاف الكروب. أقل له يا جد عليك معتوب. ليش عليك معتوب ها؟ أقل له يا جد عليك معتوب حسينك بقى عارب لا ثوب.
أقل له أدري الحرب غالب ومغلوب، أو بين الزلم طالب أو مطلوب، لكن بناتك شلهن ذنوب، يباتن الليل بخدر مزلوب. الله يقول دارت وجهها وإذا بزينب جاءت إليها، بنية وين رحتي عن البنات؟ تدور عن النساء، تدور على الأطفال. أخي زينب احفظي لي العيال والأطفال، واعلمي إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. أخذت تلك الطفلة وانحدرت في وادي كربلاء، جاءت إلى الحسين قالت له شلون تنهى بالمشتول أخوها، شلون تنهى؟ قالت له ما حايس بحساب، ما حايس بحساب، يطيح العلم ما حايس بعذاب. خويا بولية جناب، بولية جناب، ظلينا يا خويا بولية جناب. شافت أبو فاضل، هذا بيت الدعاء، لا يمين ولا شمال. قالت له بلادي قلب